كيف أتأكد أن المسيحية هي الديانة الصحيحة؟ أولاً في مقارنة الأديان في عناصر أساسية بتتحط كمرجع. يعني ما تقارن مثلاً الديانة الهندوسية عندها تعدد آلهة مع الديانة المسيحية عندها الله الواحد. بالعقل ما تمشيش تعدد آلهة. فأول بند في مقارنة أي أديان هي صورة الله في هذا الدين أو العقيدة، لأنه في صورة ما تدخلش العقل، زي ما القديس بولس اتكلم مع بتوع أريوس باغوس في أثينا وقال لهم إذا كان شعراءكم قالوا بي نحيا ونتحرك ونوجد، إذا كانوا قالوا نحن أولاده، يبقى ما ينفعش نخلي اللاهوت ذهب أو فضة أو حجارة نقش، صنع إنسان. يبقى لما الإنسان يعمل تمثال ما ينفعش يقول عليه ربنا، لأنه ما يمشيش طبعا مع فكرة إن إحنا أولاده، يبقى هو موجود من الأول، أو إن هو سر الوجود، يبقى هو قبل كل الخلائق. فأول بند بنقارن بيه هو صورة الله، يجي معاها كمان صفاته، صفات الله في هذه العقيدة، يجي معاها المرجع اللي بيتكل عليه هذا الإيمان أو العقيدة أو الدين. ما تقارن الإنجيل ككتاب مقدس تجد أنه ربنا صورته واحدة، شخصيته واحدة، ضابط الكل، محب البشر، صانع الخيرات، في إيده كل حاجة، مهتم بالإنسان وخلاصه، أزلي وأبدي. الصفات دي ما بتتغيرش في الإنجيل كله. وبالتالي المرجع ده بيطالبك بإيه؟ بيقول لك قصة الإنسان إيه؟ فمقارنة الكتاب نفسه بأي كتاب آخر دي حجة أخرى في إثبات سلامة العقيدة دي. ثالث بند في دراسة أي عقيدة يبقى صورة الله أساساً وصفاته، واثنين الكتاب أو المرجع الخاص بهذا الإيمان. ثالث بند هو ممثل هذه العقيدة. ربنا يسوع هو إلهنا ومخلصنا وقدوتنا وراعينا ومعلمنا، يمثل المسيحي. مسيحي يعني ماشي وراء المسيح، مؤمن بربنا يسوع. إذن لما تقارن المسيح ببوذا مثلا، ما هي دي ديانة أو عقيدة، حط المسيح في مقارنة، يبقى ده يساعدك في إثبات صحة الدين أو صحة العقيدة. كمان في صحة الديانة بنقول المرجع ونقول صورة الله ونقول الممثل للعقيدة دي. كمان صورة الإنسان في العقيدة دي، كيف ترى العقيدة دي الإنسان؟ احنا في المسيحية مثلا الإنسان صورة الله، ده أساس فهمنا لطبيعة الإنسان حسب نص الكتاب. إذن الإنسان له كرامة عالية جدا في المسيحية، لأن صورة الله ومثاله غير الحيوانات وغير الكائنات كلها، وبالتالي مدعو للحوار مع الله، مدعو للعلاقة مع الله، ومدعو للحياة الأبدية، ده غير كل الكائنات. طب دي صورة الإنسان. في عقائد أخرى منها الإلحاد المعاصر. الإلحاد النهاردة يعتبر دين أو عقيدة، ينظر للإنسان كحيوان، لا يزيد عن كونه حيوان، بس عنده شوية عقل، وبالتالي لا يؤمنون بالحياة الأبدية ولا وجود الله لكن نظرتهم للإنسان إيه؟ نظرة متدنية جدا، يعني غير نظرة المسيحية. أخيرا إيه الأوفر أو العرض أو الإيمان بالعقيدة دي وصل لإيه؟ اللي هي الحياة الأبدية أو الأجر أو الأجر في الآخر. لو تمسكت بهذه العقيدة توصل لإيه؟ هنا الإنجيل بيوعدنا بملكوت السماوات، بحياة أبدية مثالية. كل التعب في الدنيا إن كان مرض أو خطية أو موت أو حزن، كل ده مش موجود في الحياة الأبدية. فعلى الأقل
لو بتسأل عن صحة عقيدة ادرسها من 5 نقط: صورة الله في العقيدة، صورة الإنسان في العقيدة، المرجع بتاع الإيمان ده، وبعدين الممثل للإيمان ده، وبعدين النتيجة النهائية أو العقيدة دي هتوصل ليه. في نفس الوقت ما ينفعش يكون كله صح. المقولة دي مليانة مجاملة لكنها غير حقيقية. ما ينفعش. هل ممكن تقول اللي عنده إيمان إن ربنا موجود صح واللي شايف إن ربنا مش موجود صح؟ ما ينفعش. واحدة منهم صح والتانية غلط. هل ينفع إن يسوع له كل المجد يبقى إله أو يكون مجرد إنسان؟ لا، واحدة صح والتانية غلط. ففكرة النسبية اللي ساعات الناس بتطلع بيها أو محاولة الفهم على إنه كله كويس، دي مقولة مغلوطة، دي غير منطقية. لما تقول لي ده راجل أو ست أو حيوان، في حاجة اسمها كده؟ ما هو لو راجل يبقى مش ست، ولو ست ما تبقاش راجل. الجينات بتقول كده، فالخلايا بتقول كده، والمنطق والعلم بيقول كده. فأنت بتلغي عقلك خالص لما تحط كله وتقول زي بعض. لا، مش زي بعض. وهل الإيمان اللي بيعلم حب الناس إلى أبعد الحدود زي عقيدة أخرى ممكن تعلم الناس حب فئة معينة وعداوة كل الفئات؟ يبقى ده غير ده. عموما دراسة المسيحية من منظور مقارنات مش غلط، لكن تحتاج أن الواحد لما يدرس المسيحية يدرسها من كتب مسيحية. مشكلتنا أحيانا في الجيل ده أن الكتب أو الميديا عموما بتصدر أفكار مشوهة وتقول هم بيقولوا كده. طب هم بيقولوا، ما تعرف هم بيقولوا إيه من مصدرهم. أنت ليه تنسب إليهم كلام؟ اسمعهم الأول، شوف بيقولوا إيه، وبعد كده قول الكلام ده يدخل دماغك ولا ما يدخلش. لكن ما تاخدش الكلام من مصدر من طرف ثالث أو من طرف له غرض في عرض أي عقيدة مشوهة أو ناقصة.